السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم؟ مبدئيا هنبدأ نعمل فريز الظهر بتاع القعدة والجوانب والسطح اللي هنعمل بيهم وحدة الأدراج بتاعة فيديو النهاردة. وحدة الأدراج هيكون عرضها 80 سنتي والارتفاع بتاعها 107 سنتي والعمق بتاعها هيكون حوالي 47 سنتي. هنبدأ نعمل القعدة وهنركب فيها الوزرة بتاعتها، والوزرة هتكون 7 سنتي. الخامة المستخدمة MDF عليه طبقة ميلامين. وطبعا زي ما اتفقنا أنا بعرض عليك الفكرة والمقاس اللي يريحك تبدأ تشتغل بيه. بثبت الوزرة بالأمير أو الغرة الشفاف أو الغرة السريع زي ما بيقولوا عليه، وبعد كده هربطها بمسامير 5 سنتي خطوة واسعة، وبربطها بمسامير لأن كده كده مش هتبان. دي كده هتكون القاعدة والدراج هتكون مدارية المسامير نفسها، وبعد كده هلزقها ببصمات. وطبعا زي ما اتفقنا احنا بنربط في ال MDF بمسامير 5 سنتي خطوة واسعة، لأن ال MDF مع المسامير العادية مع الوقت بيبدأ يلف على الفاضي، إنما الخطوة الواسعة بيمسك كويس جدا مع ال MDF. وبكده نكون انتهينا من تجميع القعدة وركبنا بصماتنا، وبعد كده هنبدأ نخش على الفراشات. أنا استخدمت زاوية فراشة هنمسك بيها الجناب أو العلبة نفسها بالفراشات، والفراشات المستخدمة هي فراشات بلاستيك أو فراشات أكريليك. هبدأ أحط القعدة على الجنب بالطريقة دي وهمسكها بالكلامبات من ورا، وبعد كده هربط الفراشة في الجنب بمسامير 1.5 سنتي. وطبعا المسمار زي ما اتفقنا هيكون خطوة واسعة. ان شاء الله عند العميل هربطها من هنا بحيث ان الجنبين يمسكوا في بعض بمسامير مثلا 3 سنتي، وتكون اقوى مع الفراشة اللي احنا حاطينها ايه فوق. تمام. فكيت الفراشات عشان زي ما عملنا في الجنب ده هنعمل في الجنب التاني. لما اجي عند العميل اركبها هتركب بالشكل ده، القعدة هتقعد زي ما هي. هنبدأ نركب الفراشات في الجنب من فوق اللي هيمسك السطح، وهربطها بمسامير من الجنب من تحت في الوزرة بالشكل ده عشان تكون قوية معايا. والمسامير طبعا 3 سنتي عشان ما تعديش من الناحية التانية، لأن مجموع الخشبتين حوالي 3.5 سنتي، فاحنا بنربط بمسامير 3 سنتي. هنزلها على الأرض وأبدأ أسقط الظهر فيها. وطبعا زي ما انتوا شفتوا في أول فيديو أنا عملت فريز للظهر ببونت 8 مللي عشان الظهر 8 مللي. وبعد كده هنركب السطح ونربطه من الداخل بالفراشات. وطبعا الفراشة الأكريليك ميزتها إن هي بتتفك جزئين عشان لما تيجي تجمع الشغل عند العميل يكون الموضوع سهل معاك. هننيم الواحدة على جنبها وهنبدأ نركب المجر بتاعة الدرج.
وطبعا احنا قسمنا المسافة على 5 أدراج. ولو حضرتك وصلت للجزء ده من الفيديو يبقى ان شاء الله الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتقولي رأيك في كومنت لان رأيك يهمني. ولو حضرتك اول مرة تشوفني على يوتيوب ما تنساش تشترك في القناة وتشغل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كده احنا ركبنا المجاري في الناحيتين. هنبدأ بقى نعمل التقسيمة بتاعة علبة الدرج، وطبعا الحسبة بتاعتها انا شرحتها قبل كده في فيديو، هسيب لكم لينك الفيديو في التفاصيل تحت. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نقطع القطعيات بتاعة علبة الدرج، والقطعية اللي هنحتاجها هنحتاج منها 10 قطع، يعني الوش الأمامي لعلبة الدرج غير الوش الخارجي اللي هو الحلية بتاع الدرج نفسه. فالوش الأمامي لعلبة الدرج عندنا 2 اللي هو الوش والظهر، وعندنا الجنبين بتوع الدرج. لما هنضربهم في 5 هنلاقي إن احنا محتاجين من كل، يعني الجنبين محتاجين 10 والوش والظهر محتاجين 10 قطع. وطبعا ارتفاع الدرج من الداخل حوالي 15 سنتي، لأن هو لما هنقسم المتر على 5 أدراج هيدينا كل درج حوالي، أو كل وش درج حوالي 20 سنتي. بعد ما خلصنا القطعات بتاعتنا هنبدأ ننزل السلاح بتاع المنشار على قيمة نص سمك الخشب اللي هو حوالي 8 مللي، عشان هنعمل المفحار أو الفريز اللي هيخش فيه القاعدة بتاعة الدرج. والقاعدة بتاعة الدرج أنا استخدمتها من MDF 6 مللي. وهنفضل شغالين بالشكل ده لحد ما نيجي عند الضلع الرابع اللي هو الظهر بتاع علبة الدرج. هنشيل الفريز خالص، هنشيل القيمة بتاعة الفريز خالص عشان لما نيجي نسقط القاعدة بتاعة الدرج نسقطها من الضلع الخلفي. في ناس بتعملها كده وانا اشتغلتها قبل كده، وفي ناس عادي بتجمع الفريز وتجمع العلبة ل4 اضلاع، لكن الطريقة دي بتبقى افضل. هنبدأ بعد كده نجمع علبة الدرج شكلها النهائي عادي، هنقفل المربع كامل وبعد كده نسقط الظهر فيه بكل سهولة. طبعا انا بجمع الاضلاع في بعض بالامير او بالغيرة السريع، وبعد كده هربطهم بمسامير زي ما اتفقنا 5 سنتي خطوة واسعة. اهم حاجة واحنا بنجمع الاضلاع في بعض ان هي تكون قائمة 100% عشان الدرج ما يتلوحش مننا. بعد كده هنبدأ نسقط قاعدة الدرج في مكانها، ودي الطريقة اللي انا قصدي عليها. بعد كده هنربطها في الضلع الخلفي بمسامير 3 سنتي، كفاية 3 سنتي. وبالطريقة نفسها اللي عملنا بيها علبة الدرج دي عملنا بيها باقي علب الدرج. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نسقط علب الدرج في مكانها أو نربطها في المجر بتاعتها. أنا هنا بربط المجرة، الجزء التاني من المجرة أو المرحلة التانية من المجرة في علبة الدرج بمسامير 1.5 سنتي. لو عملناها ب2 سنتي هتخلي القشرة تقب. بعد كده هنبدأ نركب وش الدرج، وأنا بحط تخشينة 3 مللي بحيث إن هي يبقى في فراغ ما بين الدرج والتاني، أو وش الدرج والوش الدرج التاني بيكون حوالي 3 مللي. 3 مللي في ناس بتعملها 4 مللي، في ناس بتعملها 2 مللي، هي ما بتبقاش أقل من 2 مللي
ومش بتبقى اكتر من 4 مللي، الا في ستايلات بتاعة الدريسنج بيكون في خلوص 2 او 3 سنتي عشان تبدأ انت تدخل ايدك تفتح الدرج. غير كده بيبقى ده المعروف ان هو يا اما 2 مللي 3 مللي 4 مللي بالكتير. الخطوة اللي بعد كده والأخيرة وهي تركيب المقابض، وأنا هنا استخدمت مقابض اللي هو ستايل الزراير. كل درج هياخد 2 مقبض أو زرارين. ودي المرحلة الأخيرة في الفيديو بتاع النهاردة. طبعا بنخرم للمسمار بتاع الزرار نفسه أو بتاع المقبض ببنطة 4 مللي. وفي نوعين من المسامير اللي بيتربط بيهم المقابض، سواء مسمار بصامولة أو مسمار براس صليبة، وده الأفضل والأشيك. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى تكونوا استفدتم، وإن شاء الله الفيديو يكون عجبكم، ونتقابل على خير في الفيديو الجاي. سلام.